السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي أحمد بكثير هو أديب وكاتب وروائي عربي. ولد سنة 1910 في أندونيسيا لأسرة عربية أصلها من حضرموت باليمن. رجع به والده وهو في 8 من عمره إلى حضرموت لكي يتربى فيها تربية عربية إسلامية. تلقى تعليمه في الكتاب، ثم دخل مدرسة النهضة العلمية فدرس فيها اللغة العربية والشريعة. كان علي بكثير ينظم الشعر وهو في سن 13 من عمره. ذهب بكثير إلى مصر سنة 1934 والتحق بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية سنة 1939. ترجم بكثير مسرحية روميو وجولييت لشكسبير أثناء دراسته في الجامعة، ثم ألف مسرحيته أخناتون ونفرتيتي بالشعر الحر ليكون بذلك رائد هذا النوع من النظم في الأدب العربي. التحق بكثير بعد تخرجه من الجامعة بمعهد التربية للمعلمين وحصل منه على الدبلوم سنة 1940. كذلك سافر بكثير إلى فرنسا في بعثة دراسية حرة. مارس التدريس 14 عام في المنصورة والقاهرة، وبعد حصوله على الجنسية المصرية عمل في مصلحة الفنون بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، كما كان عضو في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. تنوع إنتاج بكثير الأدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية. من أشهر أعماله الروائية رواية وإسلامان، رواية الثائر الأحمر، ومن أشهر أعماله المسرحية مسرحية سر الحاكم بأمر الله، مسرحية سر شهرزاد والتي ترجمت إلى الفرنسية، مسرحية مأساة أوديب والتي ترجمت إلى الإنجليزية. كما كتب بكثير العديد من المسرحيات السياسية والتاريخية. توفي بكثير في القاهرة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة سنة 1969. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.